كلاب ولاد كلب، قول اللي انت عايزه. لا عدوا على غرب الترعه، جابوا لقوا منشر الجن. قاموا قال له ده الوقود ياد النوم. يمكن تقوم الحرب العالميه الثالثه وتفيرس الاشياء ويبقى ده الوقود النوم. فطبعا عملنا حاجه كده يعني منظر ضحك يعني. وقت تيجي وبعدين ايه بقى؟ فبقول لك بقى ايه: ايها الاخوة المواطنون، جاءنا ما يلي. قام اللواء أركان حرب منشر أبو قرص بزيارة فقودية إلى مصانع الجلة بغرب الترعة، وقد أبلى طاقم الطائرة بلاء حسنا، حيث كان من المتوقع هبوط الطائرة في مطار الحزين، ولكن لدواعي أمنية هبطت في مطار المدور. جيب لي عند البيوت كده. استقبل سيادته فور وصوله لفيف من عاملات التلزيق يحملن على رؤوسهن قروانات مطبقة وجراكن مشقوقة، يلبسن ملابس العمل يتدلى منهن لباس بكورنيش من الشتاء المزقرش. ونزل فور وصوله إلى قسم السفسوف، وطمأن سيادته السادة الحضور أن لدينا احتياطي هائل من السفسوف يكفي من الآن وحتى قطيع الذرة. ثم تفقد ثانية قسم الدندان، وأشاد بنوعية الدندان الأخضر خالص الجودة من الجزوري. وقد شرحت له إحدى العاملات مراحل إنتاج القرص الجيد، حيث تأتي الجلة الخام من الشون والمرابط وتمر على سير ضخم بسرعة هائلة إلى قسم السفسوف، ثم إلى قسم الدندان، ثم تمر إلى قسم الدندان تحمل نسبة منه، ثم تمر مباشرة إلى غرفة التلويت اللي هي الممرطة. كل ذلك يتم آليا حتى نضمن منتج جيد. وقد أمر سيادته بغرامات فورية على كل من تسول له نفسه دفن الجلة في السباق، حيث إننا على مشارف قرن جديد ونحتاج إلى كل بطشة لتحديات هذا العصر. تحديات العصر وضع. وقد ألقى السلطات الأمن القبض على سيدة عسرة في غرفة الفرن الخاصة بها على عقدة قضب، وقالت في التحقيقات إن إحدى جيرانتها ألقتها عليها ليلا. هي بتخبز بجيل المسك تتقض هتتبهدل. ومن شروط عاملات التلزيق أن تكون شعواء ذات شعر منكوش سمراء تجري في الكلب حتى لا تكون مطمعا لعمال الدندان. وقبل أن تقلع الطائرة ب5 دقائق حمل على متن الطائرة شليتة كسارة وغابتين زبل جمال وزبل معز كهدية لسيادته وتقديرا لجهوده. وشكرا.